2025 يا رب نتمنى من الله تكون سنة السلامة والتسليم، وتعدي على خير في آخر شهر ليها، وندخل 2026 وإحنا إلى حد ما ناضجين عاقلين سالمين قلبيا ونفسيا وبدنيا. خدنا اختبارات بما فيه الكفاية، اتألمنا وتعبنا بما فيه الكفاية، فيا ريت ما نعاودش للألم تاني. الإنسان ربنا بيختبره على أساس يفهم الدرس. احنا كلنا لبعض اختبارات ودروس ومراحل. ليه الدرس بينعاد كل شوية، او ليه الخطأ بيتعاد؟ عشان انت ما بتكونش خدت الدرس من فيه الكفاية، ما فهمتوش. وليكن زي حب النفس، ربنا بيختبرك في حب نفسك. انا يا رب خلاص ده والله بقت النهاية، انا مش هفضل حد عن نفسي، ومش هتعامل بقلبي تاني، هتعامل بعقلي. خلاص خدت الوعد، فروح بربنا بيزقك بدرس كمان، يا تسقط يا تنجح. انت خطيت المرحلة بتاعت قلبك وخدت امور بعقل، واتكلمت كويس وحبيت نفسك، بتعدي بسلام. طيب وقعت، يبقى انت لسه ما اتعلمتش الدرس، يبقى لسه لك اخطاء. فنتمنى من الله ان يرزقنا الفهم السليم. والله جاب الله خد الله عليه العوض. خلاص يا ريت نبدأ صفحة جديدة، وسيبنا بقى من اللي فات، وزي ما بقولوا اللي فات مات، وما تعيدوش الدرس تاني. دمتم بألف صحة وسلامة.